قطعنا العلاقات وغلقنا الجو وغلقنا كل شيء. مثل ما يقولوا الأشقاء المصريين، الباب اللي يجيب الريح سدوا واستريح. عمي تبون قال لك الباب اللي جا منه الريح سدو واستريح. اللي بغى يقصد عمي تبون بهذا التصريح هو ان الملك تيجيو من عنده غير المشاكل، وباش يتهنى من دوك المشاكل سد الباب على الملك. انا من هاد القناه كنبغي نشكرك حيت اكبر خير درتيه في المغاربه هو حبستي علينا سكان الحظيره الكبرى. الملك ما عمرو يتكلم بهذا المستوى الزنقاوي، هو اصغر مسؤول في المغرب كاع ما كيهضر بهذه اللهجه الطايحه. داكشي علاش كنبغي نطمئنك حتى المسؤولين المغاربه ما يمكنش يجاوبوك، ولكن انا غادي نرد عليك وقادر نهبط للمستوى ديالك. واصلا المغاربه ما كيشرفهمش نجاوب رئيس دوله كيقول على ان بلادو قهوه ضاربه في المنطقه، مع العلم على ان في الصوره كنشوفوا باللي كلامك سوقي ومستواك غير دبلوماسي. ولكن حنا تعودنا نشوفوا مناظر بحال هكا في الجزائر. الملوك ما كينبحوش، الملوك اساتذه في الدبلوماسيه. واش ما كاين حتى شي واحد في الجزائر اللي بعقله ويقدر يمثل البلاد دبلوماسيا ويعرف راسو شنو غادي يقول فاش يبغي يخاطب الملوك؟ عمي تبون في واحد البرنامج تلفزيوني داز مؤخرا في الجزيره بين قوسين نقولوا ليه بريميج صحافي، قلنا ليه بريميج بسبب الاقوال السوقيه اللي تقالت فيه. منين تفرجت في البرنامج حسيت براسي بحال الا كنشوف شي بزناس جالس مع عشرانو في الكباري. اسمح لي السيد الرئيس ولكن هذاك هو المقام ديالك. لكن نهار تبدا تهضر بحال رئيس دوله عنده شخصيه وكاريزما وهيئه دبلوماسيه محترفه، ديك الساعه العالم كامل غادي يشهد على ان الرئيس تبون انسان مثقف وليس رجلا سوقي. هنا غادي نقول لك فخامه الرئيس ان الوزراء المغاربه لا يتكلمون بلغه العصابات، وحتى شي واحد في الحكومه المغربيه ما غادي يجاوبك ولا يرد عليك. فما فيها باس نذكروا المشاهدين الكرام ان اليوم غادي نسرحوا القادوس ديال فخامه رئيس العصابه. ياك قلتي الباب اللي كيجيك منه الريح سدو واستريح، انا غادي نوريك الريح منين جاي. شاب جزائري من مدينه وران مشى هو وامو لفرنسا واستقروا في مدينه ليل. نهار 21 مارس كان كيدوز الامتحان ديال البكالوريا. هاد الثلاثه دا اللي داز. هاد الشاب مسكين جاتو اون كريز وسط من الامتحان وطاح في الارض وبقى تيقول عشقوني عشقوني. الطلبه ناضوا باش يعاونوه ويسعفوه، لكن الاساتذه اللي كانوا مراقبين الامتحان ما خلاوهمش وقالوا لهم كل واحد يشد بلاصتو، واللي قرب ليه ما غاداش تحسب ليه النقطه ديالو في الامتحان ديال البكالوريا. تخيلوا معايا الشاب مسكين بقى كيتركل وسط من القسم حتى مات. عقلتوا على العاب البحر الابيض المتوسط منين لعبوا المغاربه في وران؟ شبعوا فينا سبان، شجعوا كاع الفرق اللي لعبوا ضد المغرب، تكرفسوا على اللاعبين ديال المنتخب الوطني. اين هو الشعب الجزائري؟ حتى واحد مدوى. اقل حاجه كنتو ديروها باش الروح ديال الشهيد اللي قتلاتو فرنسا في القسم وخلاوه بحال الحيوان كيصارع الموت بوحدو حتى مات رحمه الله. ابسط حاجه كنتو تقدروا ديروها هي تخرجوا في مظاهرات باش تاخذوا ليه حقه من فرنسا. لكن الشعب الجزائري كيفكر لفرنسا حيت كتمر من ازمه اقتصاديه وعندها مظاهرات وممكن تطيح الحكومه، فما يمكنش نبرسطوهم بجزائري ما عندنا منه حتى شي منفعه واصلا ناقص واحد. ولكن ابسط حاجه على المغرب القيامه كينوضوها. اين هو الرئيس من دم الشاب الجزائري؟ باش تعرفوا راسكم رخاص ومدلولين، المصير ديالكم الى مات فيكم شي واحد هو النسيان. اين هو الرئيس اللي قال الى مات شي جزائري نحرك عليه الجيش الشعبي الوطني؟ كله كشعارات يا سيد الرئيس، نفس الشعارات اللي كيقولوا على فلسطين. احنا مع فلسطين ظالمه او مظلومه. اذا نسميك رئيس جزائري راجل راهي الطريق. حمي الشعب ديالك من فرنسا هو الاول عاد شوف فلسطين. اما الشعارات راكم وليتو معروفين بها. اسمع الكرغولي مزيان شنو دارت لك فرنسا. اون ا فولي لي تيغ اوز الجيريان، شفرنا الاراضي ديالكم. اون ا امبيشي لا سكولاريزاسيون دو 5 جينيراسيون الجيريان، قال لكم منعنا التعليم على 5 اجيال جزائريه. نشرنا الجهل والاميه في جميع انحاء الجزائر. اون ا فولي لي تيغ اوز الجيريان. On a empêché la scolarisation de 5 générations d'Algériens qu'on a condamnés à l'ignorance et à l'analphabétisme, et on a lancé du napalm sur les villages algériens. Nous devons des excuses. الشعب المغربي راه ماشي هو العدو ديالكم، فيقوا شويه. نهار 19 مارس خرجتوا في مظاهرات ما عندها حتى شي علاقه بالمغرب وسبيتوا فيها المغاربه والمالي. ونهار 21 مارس مات شاب جزائري كيصارع الموت بوحدو وسط من مؤسسه فرنسيه. حتى واحد فيكم ما خرج في مظاهرات، خايفين على الكارت سيجور والباسبور احمر لا يمشي. ونهار 24 مارس رئيس الجمهوريه عمي تبون بعث برساله تهنئه للملاكمه الجزائريه ايمان خليف بمناسبه تاهلها الى نهائي بطوله العالم للملاكمه. بلاتي حبس السياسيين،
على ما فخباركش ايمان طلعت راجل. صحيفة ديلي ميل البريطانية كتبات على ان الملاكمة الجزائرية متحولة، وقالت على ان اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم للملاكمة شكات في الأنوثة ديالها وداروا لها تيست جيني قبل ما تلعب النهائي، والنتائج طلعت صادمة. الجينات اللي لقاو عندها ذكورية 100%. المغرب البارح تشهر عالميا والجزائر تشوهات عالميا. على الرايه الجزائريه ولات كتهز بهشك بشك، تفضحتوا امام العالم كامل، والرجاله وليتوا كتردوهم عيالات. ربي كيخلص كل واحد على قد النيه ديالو، واللي كيتعدى على المملكه راكم كتشوفوا كلشي بعينيكم ومازال باقي غادي تخلصوا. اليعقل ان رئيس ديال دوله كيتكلم على المؤخره في الخطاب ديالو؟ وصلنا اليوم لضروره فتح المؤخرات نتاعنا. حاشاكم. الرئيس راه كيحكم على واحد المده وكيمشي في حالاته، والتاريخ غادي يبقى شاهد على الاقوال اللي كنتي كتقول في الخطابات ديالك، وغادا تبقى لك نقطه سوداء في حياتك. اما الملك راه كيبقى حاكم ملي كيستولى على العرش حتى كيموت. وهنا كيبان فرق المقامات ما بين تربيه الملوك في الخطابات وتربيه العسكر في الخطابات. واش عمركم شفتوا شي رئيس كيقول اللي يحوس علينا يلقانا؟ اللي يحوس علينا يلقانا. celui qui nous cherche nous trouve. nous ne cherchons personne. بغيت غير نعرف شكون كتهدد، واش كتهدد اسرائيل ولا كتهدد امريكان ولا كتهدد المغرب؟ 20 مارس حرس السواحل الجزائري في ولايه سكيكدا جبدوا 9 ديال الجثث ديال الحراقه، ونقدوا جوج اللي كانوا باقين على قيد الحياه، وهما راجل ومراته، وكانوا معهم 3 ديال الوليدات، ولكن 3 الوليدات غرقوا وماتوا، والبقيه ديال الحراقه اللي كانوا معهم مفقودين ولحد الان مازال ما لقاوهمش. هادو عمي تبون ما يستاهلوش مكالمه هاتفيه. على الاقل الملك ملي كتكون شي كارثه بحال هذيك هو اللي كيتكفل بالعزو ديال الوليدات وكيعز العائلات ديالو. الدوله فيها البترول والغاز وقهوه ضريبه وكيخرجوا منها فلوكات ديال الحراقه. انا كان كيتسحب لي هادشي عندنا غير حنايا. عمي تبون قال قضيه الشعب الصحراوي ما نتخلاوش عليها باي ثمن، صرف عليهم ووكلهم وشربهم ما كاينش مشكل. حنا اصلا عارفين الشعب الجزائري رخيص، يموت في البحر يموت في فرنسا يموت بالجوع ما كاينش مشكل. منين انت باغي تصرف على الشعب الصحراوي؟ هادو اللي ماتوا في البحر شكون اللي يصرف عليهم؟ انا ما كندويش باسم الجزائريين، ولكن بغيت نذكر دوك الجزائريين اللي تيقولوا حنا عايشين في الجنه والمراركه عايشين في الميزيريه والفقر. شنو بان لكم في ارواح الشهداء اللي ماتوا في البحر؟ لا باين عليكم عايشين في الجنه. 16 مارس في ولايه بجايه الدرك الجزائري يحجز 320 طن من الزيتون والفلفل الغير صالح للاستهلاك. واش عرفتوا شنو هي 320 طن ديال الزيتون الفاسد؟ 320 طن ديال الزيتون راه نوكلوا بها افريقيا كامله. وهذا المشكل ديال المأكولات الفاسده ولا عندهم شي حاجه عاديه في الجزائر. اي نهار نقرا فيه الصحف الجزائريه ضروري نلقاوهم شدوا مأكولات فاسده. 22 مارس الدرك ديال بجايه دخلوا على مذبح سري ولقاو فيه 20 طن ديال الدجاج الفاسد. دارك بقوة من الرائحة كانت كارية ما قدروش يصبروا وسط من المذبح السري. شوفوا معايا دابا شحال من عام وما توكلوهم الدجاج فاسد وخانز ويلا دابا عاقوا بهم. والواعرة هي ان صاحبة المذبح السري ما عنده حتى شي وثيقة اللي تسمح ليه يمارس هذا النشاط. يعني اي جزائري فاق في الصباح بغى يولي طبيب ولا محامي ما عندوش مشكل، واي نشاط يقدر يمشي يديرو. حتى كدوز واحد 15 عام عاد كيعيقوا به. كيفاش هاد الناس هادو بغيتيهم يكونوا بعقلهم وما تياكلوا الدجاج فاسد؟ ودخلوا على مذبح سري اخر ولقاو 8 طن ديال الكرعين ديال الغنمي فاسده وعاطيه الريحه وغير صالحه للاستهلاك. لا باين على انكم عايشين في الخير والنعيم. خاصكم تعرفوا الاخوان على ان هاد المعامل السريه شحال من عام وهي خدامه، علاش جاو حتى لدابا عاد شدوهم. انا الدوله كتبغي تبين للمواطن باللي حنا زعما راه خدامين. وباش تعرفوا الشعب مقرقب شحال من عام هو تياكل فاتشي وكتجي الحكومه كتضحك عليه بجوج كلمات. 12 مارس وبالضبط في غليزان الاطاحه ديال الشبكه ديال الدعاره. الشرطه الجزائريه غادا تشد شبكه ديال الدعاره متكونه من 14 شخص، والصدمه الكبرى هي ان هاد 14 شخص اللي شدوهم كانت خدمتهم هي يحداو داك بيت الدعاره، يعني هما واقفين على برا وحاضين الزبائن اللي كيدخلوا وكيخرجوا. فين هي الرجله والنيف اللي كدويو عليها؟ البنات خدامين والرجاله حاضينهم. لا باين عليكم عايشين حسن منا. كتقولوا باللي المغرب فيه سياحه جنسيه؟ ما عمرنا سمعنا في المغرب ان 14 راجل حاضين العيالات في شي دار. هادي راه واقيلا حتى في تايلاند ما كايناش. واش عمي تبون ما كيشوفش هادشي؟ 15 مارس وبالضبط في المسيله جوج طوبيسات دخلوا في بعضياتهم وتضرب 13 واحد. واش شفتوا الصوره الاخوان؟ هاد الحافلات راه حتى في الموزمبيق ما كاينينش. باقي خاصكم بزاف باش توصلوا للمغرب. 21 مارس في الجزائر العاصمه الشرطه الجزائريه غادا تشد شي فور ديال الطوبيس، والسبب
غريب جدا. تخيلوا معايا الشيفور غادي وكيهز عباد الله من اي بلاصه فين ما شير ليه شي واحد كيهزو حتى الطوبيس عمر وما بقاوش الناس قادرين يتنفسوا. وزاد عليهم في البيع ديال التذاكر. واش بصح هادو عندهم البترول والغاز؟ وحتى في ايامات السيبه ما كانتش هاد الفوضى هادي. 22 مارس في ولايه عنابه شدوا شيفور اخر ديال الحافله. هاد الشيفور سالا معايا خرج من الخط اللي عاطينو يهز منه الناس ومشى لبلايص اخرين ديال الحافلات كيكونوا عامرين وبدا كيهز منهم الناس وكيتخلص منهم بلا ما يعطيهم الورقه. راه حنا كنتكلموا على الجزائر الجديده 23 مارس وفي الجزائر العاصمه 5000 عائله تقطع عليهم الضوء وما بقاش عندهم. راه ما كندويوش على 5000 واحد، كندويو على 5000 عائله. الناس كان كيتسحب لهم باللي الضوء تقطع عليهم من مركز الكهرباء. ولكن الغريب في الامر هو ان السلوكه ديال الضوء تسرقوا وداكشي علاش تقطع على دوك العائلات الضوء. ولقاو باللي تسرقوا عده منشات كهربائيه. بغيت نعرف واش هاد المدينه فيها البوليس ولا ما فيهاش؟ كيفاش يتقطع الضوء على 5000 عائله ويتسرقوا منشات كهربائيه؟ واش هاد البلاد هادي سايبه؟ فين هو الامن؟ يا كيقولوا الجزائر بلاد الامن والامان. اما انقطاع المياه حديش ولا حرج. الريحه عمي تبون راه جايك من الداخل وخاصك تسدو من الداخل. الا ما كنتيش قادر تطور بلادك فبلا ما تلصق الفشل ديالك في المغرب. والسلاح اللي كتقولوا قادرين تمسحوا به المغرب في 3 السوايع اقل حاجه تقدروا ديروا هو ترجعوا به الكرامه ديالكم من فرنسا ولا سيروا حرروا به القدس باش نفتخروا بكم. اما كثره الشعارات راه طلعت لينا في راسنا. كنا بغينا نبعدوا منكم في رمضان ولكن ما بغيتوش تحشموا. سول راسك علاش كتعادي المغرب، وسول راسك شنو دار ليك المغرب، وسول راسك فاش ضرك الملك. واقيلا راه حنا اللي استعمرناكم 132 عام والمغرب ولا كيبان لكم هو فرنسا. منين تعتذر لكم فرنسا على الدل اللي دارت لكم عاد نعتذروا لكم حتى حنا. غير هو حنا ما عرفناش علاش غادي نعتذروا لك. الكرغولي تهلا ليا في راسك ورمضان مبارك سعيد. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless.